المخلل من الأطعمة اللي فيها البكتيريا النافعة. طيب لو اتعمل بالطريقة دي أنا كده هستفيد ايه؟ يبقى مفيهوش أي فايدة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. اهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل لكم على خير ان شاء الله. انا النهارده هعمل معاكم الخيار المخلل. هعمل طريقتين. الخيار السريع طبعا انا الصراحه كنت هنزله من بدري بس ما جاتش الظروف ان انا انزله، فجهزت كل طلباتي وهعمله معاكم. جهزت كمية الخيار اللي معايا، ومعايا ملح ومعايا سكر وكمون حب بالشكل ده. بحب احطه الصراحة في الخيار بيبقى حلو جدا، والفلفل وحبات من الثوم اللي انا هحطها وسط المخلل. كده الخيار هقطعه بالشكل ده، قطعه بالطريقة اللي تعجبك. خلصت كل الكمية اللي معايا ومجهزة المية المغلية اللي انا هحطها عليه. ده البرطمان هحط فيه فصوص من الثوم، وحطيت الملح وحطيت السكر، واقلب كل المكونات في بعضيها. انت ممكن تحطيه في البرطمان او ممكن تعملي زي ما انا عملت كده وتحط عليه الميه المغليه وتقلبي كل المكونات في بعضيها. كده انا هعبي البرطمان بالشكل ده بالتبادل الثوم والكمون وكل حاجه، واقلبه واسيبه كده على جنب لغايه ما اعمل الطريقه التانية. كده نضفت كميه الخيار التانية وهحط فيها الفلفل بالشكل ده. افتحي فتحه وحط قرن الفلفل، بيدي طعم حلو جدا جدا للخيار. كده انا خلصت كل الكمية اللي معايا بالشكل ده من الخيار. حطيت كل الفلفل فيه بالشكل ده، الصراحة بيبقى طعمه حلو جدا، جربوها يعجبكم كتير. كده كل الكمية اللي معايا خلصت وهعبيه في البرطمان، وهحط الثوم وكل الحاجات اللي انا حطيتها، الكمون حب والسكر والحاجات والملح، وهحط برضو عليه المية المغلية بالشكل ده واقفل عليه. بس كده وهركنهم على جنب واشوف بعد مرور ساعتين ايه اللي هيحصل. فتحت على المخلل لقيته زي ما هو ولا كأن حصل فيه اي حاجة. استنيت عليه لغاية اخر اليوم برضو نفس الكلام، اللون اتغير بس الطعم ما اتغيرش في اي حاجه. الخلاصه حبايب قلبي انا عايزه اقول لكم ان المخلل بالطريقه دي ما فيهوش اي فايده لجسمنا ولا بكتيريا نافعه ولا اي حاجه. اللي عايزه اقوله لكم ان احنا لما بنعمل المخلل بالطريقه الصحيحه بتبقى فيه بكتيريا نافعه اللي هي الباروبيوتيك النافع لصحه الجهاز الهضمي والجسمنا. طيب لما احنا نعمل حاجه ببيتنا نظيفه ليه ما نستناش لما نستفيد منها؟ اولا الثلاث ايام وبعدين ناكل المخلل على حسب نوعه، واسبوع في الشتاء وثلاث ايام في الصيف. بس كده دي كل الحكايه. انا الصراحه هقفل على المخلل ده واسيبه لما ياخد وقته عشان اقدر استفاد منه. ده ممكن كلامي يزعل ناس كتير بس دي الحقيقه الصراحه بما يرضي الله. اشوفكم في فيديو جديد.